في إحدى القرى النائية في شمال تونس كان هناك بئر قديمة تعرف باسم بئر عياد. هذه البئر لم تكن كباقي الآبار، فقد حيكت حولها أساطير كثيرة، وكانت محورا للرعب بين سكان القرية. كان الجميع يتجنب الاقتراب منها خاصة في الليل، حيث يقال إن أصواتا غريبة تسمع منها، وكأنه هناك من ينادي بأسماء الناس من أعماقها. بدأت الحكاية عندما اختفى شابا يدعى خالد، وهو راع للغنم في المنطقة. خالد كان معروفا بشجاعته وعناده، ولم يكن يؤمن بالخرافات التي يرويها كبار السن. في إحدى الليالي، وبينما كان يرعى أغنامه بالقرب من البئر، قرر الاقتراب منها. السكان حذروه مرارا، لكن عندما وصل إلى البئر نظر إلى أعماقها المظلمة وكأنه يبحث عن شيء مفقود. فجأة سمع صوتا خافتا ينادي باسمه: خالد! خالد! تردد للحظة، لكنه اعتقد أن الصوت مجرد وهم، ثم شعر فجأة بنسمة باردة تمر بجانبه، وسمع صوت خطوات خلفه رغم أنه كان وحيدا. استدار بسرعة، لكنه لم يجد شيئا سوى الظلام والصمت. وقبل أن يتمكن من الهروب شعر بيد باردة تلمس كتفه. لم يره أحد بعد تلك الليلة. عندما ذهب للقرية للبحث عنه، وجدوا أغنامه مبعثرة حول البئر وغطاؤها مفتوحا. لم يكن هناك أي أثر لخالد، لكن البئر بدت وكأنها أعمق من المعتاد، وكأنها تبتلع كل من يقترب منها. ومنذ تلك الحادثة أصبح الجميع يسمع أصواتا غريبة تنبعث منها عند منتصف الليل. بدأت القرية تعيش في خوف دائم، خصوصا بعدما قال أحد الشيوخ إن البئر مسكونة بروح شريرة تعرف باسم عياد. ويقال إن عياد جني كان يعيش في البئر منذ مئات السنين، وإنه يكره البشر الذين يقتربون من ملاذه. ذات يوم قرر شاب آخر يدعى يوسف أن يواجه خوفه ويكتشف حقيقة البئر. جهز نفسه بمصباح يدوي وحبل، وقرر النزول إلى البئر ليلا. لكن ما حدثه كان أكثر رعبا مما يمكن تخيله. إذا أردت معرفة ما حدث مع يوسف، يمكنني إكمال القصة لك.